الموضوع الأول هو موضوع كيكل. يا جماعة أنا بتكلم عن رؤية وقناعة شخصية بالنسبة لي، أنا دي قناعتي، وأنا من زمان معودكم في الصفحة دي أنه أنا الحاجة المقتنع بها أنا بقولها. بعد ذاك أنت كمستمع، أنا بعتبر أنه أنا عندي ناس مستنيرين وناس فاهمين وناس واعيين من الدكاترة والضباط وغيرهم بيعرفوا كلامي ده ويدوني رأيهم وأنا بستفيد. لكن يا جماعة أنا كشخص عندي علاقة ببعض الواقع العسكري ده، بشوف أنه ما صحيح نهائيا أنه كيكل يمجد أو يعظم أو يخرج للناس على أنه بطل شعبي. الكلام ده قد ما يعجب بعض المناطق أو بعض الناس، لكن كيكل مجرم وسيظل مجرم لو حرر بيت المقدس، لو حرر بيت المقدس، لأنه هو اللي كان في يوم من الأيام سبب لتهجير عشرات القرى، هو اللي كان في يوم من الأيام سبب لانتهاك أعراض لاغتصاب ناس. ما يطلع يقول يا جماعة الشافني اغتصبت منه، الشافني نهبت منه. ما هو انت دخلت الناس دي القرى دي، اغلب القرى دي انت دخلتهم بغض النظر معاك ناس طوابير عاونوك او دخلت بقوتك بقوه سلاحك، انت دخلتهم على القرى. مئات الاسر اللي تهجرت اللي اتكتلت، البنات اللي اغتصبت خشوا اغتصبوا وانتهكوا بسبب الناس اللي دخلتهم. حتى انت لو ما باشرت العمل انت دخلت الناس دي. منو دخل سنجا؟ منو دخل غالب قرى الجزيره؟ منو المكتل المرتزقه في الجزيره؟ منو اللي كان بيعرف الطرق؟ منو الديدبان اللي كان بيدخلها من قريه لقريه؟ تجي الليله انت تمحو ده كله وتطلع عليه كيك البطل شعبي وتمجده وتعظمه. انا بعتبر الان درع الشمال، الدرع ده حيكون ملجا لاي خاين دار يهرب من العقاب. اي مرتزق سرق نهب اغتصب دار يفر من العقوبه، دار يهرب من انه يتحاسب على كلامه ده، يجي يخش مع كيكل. ده ما هو الحاصل الان. محمد والبسامات اللي قدامكم في الصوره ده ما هو اللي انتهك اغرب القرى في اتجاه المناجم واتجاه الحصاحيصه، ما هو كان بيخشوا بينهبوا بيكتلوا بيسروا. الان قاعد ذراع يمين مع كيكل عشان يهرب من العقاب. اي واحد يفلت دار يفلت من العقاب يجي يخش معاه في درع الشمال. هل هو ذاته كيكل المفروض يفلت من العقاب؟ نحن ما بنقول ما يحرر ولا يحارب، خلوه يشتغل شغله الان، لكن ما تعظمه وما تطلع عليه كبطل قومي وما تطلع عليه كبطل شعبي، وتطلع عليه كأنه رجل من رجالات البلد الدافع عن البلد، الملانين وطنية وشبعانين وطنية. كثير من الضباط ماتوا بسببه، العساكر ماتوا بسببه، الأحرار وين أمهاتهم؟ وين حقوقهم؟ وين المسؤولين منهم؟ وين أطفالهم يتموا؟ وين الأعراض اللي اغتصبت اللي كانت كلها بسبب كيكل؟ تجي الليلة تعظمه ليه وتطلع عليه فوق أغاني كمان؟ المرتزق المسمينه شيخ عثمان الكلي ده ما الان زمان كان بيفرض على البقر ضرائب، البقره الراس 10,000، الان شايل رائد مع كيكل ويتبجح كمان يطلع يتكلم في الفيديوهات. يا جماعه يا جماعه سموا الاشياء بمسمياتها. كيكل اخذ قوه وحارب ودافع عن مناطق من مناطقه، هو كان سبب يوم من الايام، سبب في انه المناطق دي تنتهك. دي شيء مفروض عليه والمفروض يعملها لانه كان سبب، لكن ما بيطلعوا من العقاب. وحقوق العباد ما بتسقط التوبه، حتى لو تبت ما بتصدق الا الناس دي اللي يسامحوك ويعفوا عنك. ليه الدوله تتساهل مع حاجات زي دي؟ حتى لو كان كيك الرجل استخبارات العمل، رجل الاستخبارات ده اذا فرضنا هو استخبارات العمل في المواطنين ده ما يغتفر ابدا، ما يغتفر. ما تعظموا لنا في المجرمين والخونه. ما هو حيبقى تاني درع الشمال ده يبقى ملجا لاي خاين دار يهرب يمشي درع الشمال. اذا كنا نحن بنسكت على حقوق المساكين اللي ينتهكوا ونتباكى عليهم يوم من الايام في ود النوره والتكينه والحرقه وشرق الجزيره، كانوا الليله اللي بيحفل في شرق الجزيره ده منو دخل يا اخي الناس اللي عرفهم شنو بالجزيره؟ المرتزقه جايين من دارفور عرفهم شنو بالجزيره؟ بس ورينا عرفهم شنو؟ منو اللي وراهم الشوارع؟ منو اللي جابهم من الخرطوم جوا عشان يشاقق بين في الحلال وفي الفرقان لما يوصلهم لأم الغرة، يوصلهم للحوش، يوصلهم للتكينة، يوصلهم لود النورة؟ منو اللي وراهم الشوارع؟ ما هو كاكل والبيشي والناس اللي معه. منو دخل المرتزقة سنجا وهرب الناس وشرد الناس من بيوتهم؟ والدندر والسوكي والمناطق دي. عموما انا ده رايي، بغض النظر عجبك رايي ولا ما عجبك ده رايي، وانا ما ببلعه وبموت بها كده. المجرم يظل مجرم، واذا انت بتجامل في حق الناس كده انا اضمنيش انه ممكن يجي بعد بكره يجيك عمر شارون اللي انتهك وعملوا اذل الشياب يجيك تايب يقول يا جماعه تاب خلاص خلوه. بكره يجي حميتي ذاته يجي تايب تقول خلاص يا جماعه تاب خلوه. بعد الحصل ده كله، بعض الانتهاكات والحرائر اللي شفناهم اغتصبوا وانتهكوا برضه تقول خلوه.
لازم تتخطى ضوابط اللي بينسحب ويستسلم، تتخطى ضوابط منو اللي يتقبل انسحابه واستسلامه ومنو اللي ما يتقبل، منو اللي يعفى عنه ومنو اللي ما يعفى عنه. وهل الدولة ذاتها، الدولة الحاكم عنده الحق يعفي عن أي واحد، يتنازل عن حقوق الناس؟ عنده الحق؟ ما عنده الحق. في مواطنين منتهكين المفروض ديل هم اللي يشاورون في الحق، هل أنت راضي ولا ما راضي؟ والآن كمية من المتعاونين يتقبضوا في كثير من المناطق ويجي يفكهم ضابط، يجي يفكهم واحد من أهلهم. فوضى، حقوق الناس بقت، الدم بقى يتباع بسبب واحد خسيس يدافع عن أقربائه. أي متعاون رصدته في أي مكان سجلوا أسمائه. ونحن والله أنا واحد من الإعلاميين بإذن الله جل وعلا، ومن الناس اللي بيناضلوا سواء كان بنفسي أو بصفحتي أو بلساني، ما بخلي أي متعاون نطارده بس كده. سجلهم كلهم في لسد، مش لو يبقى قريبه ضابط، لو يبقى أكبر ضابط في الدنيا دي ما يفلت من العقوبة. شفنا الناس البنات كيف كانوا قاعد يبكوا، شفناهم كيف لما نفكهم. الفيديو اللي قدامه ده بنت انا حضرت فكتها وجايبيننا، جابوها كده لما سلمناها لابوها، ابوها وقف كده مسكها من كتفها قال لها يا بنتي هبشوك، قالت له لا، كان منتظرهم جنب كفتيريا. هبشوك قالت له لا، مسك كده ضماه وقال لها تعالي معي، وقف هو يصلي وهي تصلي وراه، الاثنين يتباكوا. شكرا لله والله قريب 10 ركعات بيصلي ولا زياده ذاته. دي الحقوق انت تعرفها بس عشان قريب